اول حاجه هنجيب تكست، هندوس سبيس ونعلي الفونت سايز على الاخر. بعدين هنفعل الباك جراوند ونختار لون حاجه كده مثلا. هنجيب صورتي وهنجيب جايد لاين. هنجيب تكست، نعمل دبليكيت للصوره وهنخلي تحت، نكبرها سنه بسيطه كده وننزل تحت سنه ونخليها من adjust curves أبيض على الآخر بحيث يدينا ستروك كده خفيف. نسلكت كل دول كده ونخليها ايه في النص بالظبط، نكبرهم سنة، ممكن نصغر دول شوية كده. ممتاز. كنترول ايه عشان نختار كله، بعدين كومباوند كليب، بعدين نفتح من الفيديو ماسك، اد ماسك ريكتانجل، امسح الجايد لاينز دي، على الراوندنس شوية، نكبر كده شوية ونخليها في نص الكادر. بس جميل جدا. هنعمل الكومباوند ده فريز عشان نخفف الحمل على التايم لاين ونشتغل براحتنا. مد كده هنجيب الايكونز دي كلها وننزلها، نحددهم كلهم ونصغرهم، بس انا حاسس ان احنا محتاجين نصغرهم اكتر من كده. جميل. نجيب اليوتيوب هنا والانستجرام هنا وتيك توك هنا وتليجرام هنا بالشكل ده. هنخلي الفريز ده فوقهم كلهم. جميل اوي. هنعمل انيميشن للوجوز دي، فيد ان لكل. جميل اوي. هنيجي عند ايكون اليوتيوب، ندوس هنا كي فريم من الترانسفورم وكي فريم تاني هنا بالشكل ده، وهننزل تحت نحط الجراف بتاعها نخليه كيوبك ان. هنحط كي فريمات على كل لير زي كي فريمات اليوتيوب بالظبط. هنيجي عند الانستجرام ننزله هنا ونعمله كيوبك ان، نفس الكلام التيك توك ونعمله كيوبك ان، نفس الكلام تليجرام كيوبك ان. هنقص زيادة اللي ملوش أي لازمة. نسحب دي هنا ونسحب دي هنا ونسحب دي هنا. عظيم أوي. هنيجي عند أول تحريك للشيب ده، هنيجي عند آخر كي فريم من كي فريمات اليوتيوب، حط كي فريم هنا وكي فريم هنا وكي فريم هنا بالشكل ده، ونيجي عند الكي فريم اللي في النص وهننزلها شوية كده بالشكل ده وهندورها كده شوية يبقى معانا بالشكل ده. هنحط الكي فريم في النص ده، هنخلي الجراف بتاعه كيوبيك ان. جميل. هيبقى معانا بالشكل ده. هنعمل مارك عند كل كي فريم وهنخليه لونه مختلف، يعني أول مارك هنا هنخليه، أول 3 ماركات نخليهم لونهم أزرق. كويس. وهنيجي هنا نبعدهم عن بعض شوية عشان يكون في مساحة. بعدين هنيجي عند لوجو انستجرام ونحط 3 كي فريم هنا، هنمشي شوية نحط كي فريم، نمشي كام كي فريم تاني ونحط كي فريم. نيجي عند الكي فريم اللي في النص هننزلها سنة ونخليها تلف بالشكل ده. كليك يمين على الكي فريم اللي في النص وهنختار الجرافيك بيك اوت. عظيم اوي. نقف على كي فريم بتاع تيك توك وهنحط كي فريم هنا ونمشي كام فريم، نحط كي فريم كمان ونمشي كام فريم، نحط كي فريم كمان. وعند الكي فريم اللي في النص نطلع سنة ونخلي الشيب يدور بالشكل ده ونخلي الجراف كيوبيك اوت. نسينا حاجة، نسينا نعمل
مارك هنا، هنخلي المارك هنا لونه مثلا اللون ده بالشكل ده. ونخلي هنا المارك، نخلي اللون هنا بالشكل ده، رز بالشكل ده. عظيم أوي. نقف على آخر كي فريم في أيقون التليجرام، ونحط كي فريم، هنمشي كام فريم، ونحط كي فريم تاني، ونمشي كام فريم، ونحط كي فريم كمان. هنطلع فوق سنة وندور. اللي مركز هنا في غلطة أنا عملتها، وهي إنه وقفت على آخر كي فريم من كي فريمات التلاتة بتوع أنيميشن التليجرام، بدل ما أقف على الكي فريم اللي في النص وأنا مش واخد بالي. المهم إني أحلها عادي جدا، بس أنت لما تيجي تطبق ورايا أقف على الكي فريم اللي في النص ونفذ في التحريك. يلا كمل الفيديو. من الروتيشن ندور الشيب شوية كده، ونحط الكي فريم اللي في النص، نحط الجراف بتاعه كيوبيك إن، وهنحط المارك عشان ما ننساش بالشكل ده، لون مختلف. عظيم جدا. تعال نشوف شكله عامل ازاي. نظبطها كده بالشكل ده، نمسح دول. تمام، ظبطنا بس الأبعاد عشان نعرف نظبط الكلام ونحرك كام كي فريم. نحط كي فريم كمان عند الكي فريم اللي في النص زي ما عملنا، نرفع دي كده وندورها بالشكل ده، ونخلي الجراف بتاع كيوبيك إن أو كيوبيك أوت. نبص على النتيجة النهائية. عظيم جدا. نزق دي كده سنة. حلو أوي. جميل، نحط مارك هنا باللون ده مثلا، نحط مارك هنا كمان باللون ده، مارك هنا باللون ده. دلوقتي هنضيف 3 افكتات. اول افكت معانا هو الديب جلو. تاني افكت نيجاتيف داخل اطار، او نيجاتيف ويفر بالشكل ده. تالت افكت هو بلاير 3. حلو حلو. نيجي عند الديب جلو، او نيجي عند افكت نيجاتيف ويفر ده، ونخلي كل حاجة زيرو ما عدا الفلتر نخليه 100. حلو. ونيجي عند افكت بلاير 3 ونخلي السبيد صفر والجلو صفر، وهنخلي التكستشر صفر. نركز معايا هنا عند افكت النيجاتيف، هنمسح دي كده. جميل. وهنقص هنا كده بعد كل 3 ماركات، هنقص واحدة. هنا نص، هنا نص، خلي ده صفر كده. بص بقى يا باشا، عند كل مارك من دول نحط كي فريم في كل لاير. كي فريم هنا، وكي فريم هنا على الفلترز، نغطي دول، وكي فريم هنا على الروتيشن. هنبدأ بقى نكرر العملية دي كده. هنا هنخلي الديب جلو على آخر، وهنا هنخلي الروتيشن على 30. الكالر هنا المفروض يبقى 100 زي ما هو مظبوط. نحط كي فريم هنا، ونيجي نحط كي فريم تاني، ونخلي كله صفر، وهنا نخلي الفلتر صفر، وهنا نخلي الروتيشن 50 زي ما هو. جميل أوي. وهنحط الجراف بتاعهم كيوبيك ان، كيوبيك اوت سوري.
جميل، بقى معانا بالشكل ده، بس محتاجين نغير اللون. اول لون معانا هيبقى اللون الاخضر. عظيم جدا. هنكرر نفس العملية دي مع كل مارك من دول، ولكن هنغير شوية في القيم. بالنسبة بس الافكت بلاير 3، هنحط هنا كي فريم، وهنا خلوه على الآخر، نخليه هنا صفر بالشكل ده، وفي النص هنخلي الجراف كيوبيك اوت. نفس الكلام هنا، بس هنا بس هنغير اللون، هنخليه أحمر عادي جدا. نحط كي فريم ونمشي عند المارك التاني، ونحط كي فريم، بس نخليه في الأولاني معلش 100. وعند المارك التالت هنحط كي فريم ونخليه صفر. وعند الكي فريم اللي في النص هنخلي الجراف كيوبيك اوت. نفس الكلام هنا، هنحط كي فريم، نطلع قدام شوية، كي فريم ونخلوها 60. نطلع عند المارك التالت نخلوها 50 زي ما كانت. نحط الجراف كيوبيك اوت. نيجي هنا كي فريم، كي فريم على آخرها، كي فريم صفر، كي فريم اللي في النص كيوبيك اوت، ونخلوه هنا أزرق بالشكل ده. نطلع قدام شوية 100، نطلع قدام شوية صفر، كيوبيك اوت، كي فريم تاني مارك، كي فريم ونخلوها هنا كده يبقى 30. لا هنا يبقى 60، وهنا 50 عادي. كيوبيك اوت. حلو جدا. نيجي عند آخر مارك، نخلي اللون بتاعها موف. نحط كي فريم هنا، كي فريم هنا، وهنا نخلوه على الآخر، وهنا نخلوه على الآخر، و كيوبيك ان، كي فريم على الآخر، اقف هنا. كي فريم في الروتيشن، 30، 50 زي ما كان. وهنيجي هنا كيوبيك ان أو كيوبيك اوت، بقى معانا بالشكل ده. عظيم أوي. هنعمل دبليكيت للجلو عشان يبقى ايه شديد شوية. بعدين هنسلكت دول، وهنسيب الايكون بتاع المنصات دي، ونعمل كومباوند كليب. ليه عملنا كده؟ ليه عملنا كده؟ عشان ما يطبقش معانا، يعني الالوان والجلو ما يطبقش على الايكونز بتوع المنصات دي. كومباوند كليب من الت جي، بصوا معانا كده. حلو جدا. هنضيف افكت ده بحيث يدي حركة دايما. هنسلكت كل حاجة بقى بعد ما عملنا كومباوند كليب الأولاني، وهنعمل الت جي. بعدين هنسرع، خليه مثلا كده بالشكل ده. جميل. أهم حاجة في اللحظة دي إنك تفعل الموشن بلور، هيدي سلاسة قوية ويخلي الفيديو تحفة. وبس كده، أتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقة وتكونوا استفدتوا. ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وكومنت كده لذيذ، وقولوا لنا عاوزين أعمل لكم إيه الفترة الجاية. سلام.